أهم شيء يدي هاي لازم تطلع طالعة. أودي أختي أعشيها عشان أنا الشوجر مامي والأخت الأفضل والأحسن والأكمل، مو عشان هي اللي تسوق وأنا ما أعرف أسوق، لا أبدا، غير صحيح. أنا أفضل واحدة في العالم وبس، عشان كذا بأكلها معايا أكسب فيها أجر. طبعا كان انتظار نص ساعة، قالوا انتظار ولا تجلسون في الطاولة. لو أوريكم الطاولة قديش مكانها خايس البنات بشكل مو طبيعي. تخيلوا على الباب وحولنا رايحين جايين كذا الناس على الباب، حرفيا الباب ورا ظهري. هذه عندها فوبيا لا تقلقي لا تقلقي. وصل الأكل، طلبنا لحم سمك، شفتوا؟ طبعا أنا اللي طلبت كذا، يعني أنا اللي أعطيت الطلبات، فهمتوا؟ ولا حددنا يعني مين اللي يبغى سمك ومين يبغى لحم. المهم تخيلوا جاب اللحم حاطه عندي والسمك حاطه عندها. ايش معنى؟ طيب يمكن أنا سمك لهالدرجة أنا شكلي يعطيني آكلة لحوم ولا إيش؟ هذه طبعا نتشارك لأني قلت أبي سمك، أعطيني سمك ولا تضاربت معك؟ الحمد لله أعطتني سمك. مكياج جديد من ماركة كورية، تحمست صراحة لمنتجاتهم، طلبت ذا البوكس وبوريكم الأشياء اللي اشتريتها. طبعا من زمان عنكم، ترى بطفشكم طول الفيديو ذا، بقول من زمان عنكم، لأن حرفيا بنات مرة من زمان. بس قبل ما نبدأ بوريكم هذا المنتج الجميل الرهيب من شأن. عرفتوا اللمبة اللي تنحط في الجوال؟ بوريكم شكلها. شوفوا البوكس بالضوء حقها، طبعا هي درجات، هذه الدرجة أعلى درجة، شوفوا كيف. طبعا نحط يدي، شفيني ما حد عارف أصور كذا. بالله مو حلو بنات؟ تصوير السيارة بتصوير الأماكن المظلمة مرة حلو، وسعرها مرة. تجي كذا لمبة عادية، درجات وألوان، وهذا ثبت فيها عشان أثبتها في الجوال. هذا يثبت في الجوال، شفتوا؟ وهي بالشحن، بس مرة حلو الضوء حقها. شوف هذا بالضوء. خليني أوريكم البوكس أحسن. شوفوا بس كمية الحوسة اللي ورايا عشان أصور. طبعا رميت هذه لأنها تعكس الأشياء دي، فجلست أصور في الزاوية لحد ما خلصت عشان أصور السوشيال ميديا. وأعطيكم الأسباب، لأن محتوى الاستهلاك ناجح 100% في السوشيال ميديا مع الأسف الشديد. على طول سويت سواتش للمنتجات هذه. شوفوا بنات الأرواج تعتبر ممكن تنت، بس شوفوا كيف ألوانها مرة طبيعية تجنن. شفتوا واحد جلوي، واحد ديلي مات أتوقع أنه أول واحد، بس شوفوا كيف رطب مو بمات بالمعنى الحرفي، والباقيات جلوي بس مرة حلوين. حبيت شوفوا فكرة الباكيج حقهم كأنه وجه، مرة حلو. وبعد بقولكم تخيلوا اللمبة هذه طفت علي أول مرة أشحنها من يوم ما اشتريتها من شئن، وشحنتها بس 5 دقايق على بال ما رتبت المكان وضبطت التصوير، ورجعت أخذتها وإلى الآن ما شاء الله شغالة، إن شاء الله ما تطفي عليا. شوفوا أول شيء البلاشر حقهم يجنن يا بنات، الملمس مو طبيعي، ما أعرف شو أقولكم، بودرة على إذا مسكتيها الذوب، مرة حلو يجنن. هذه البالم أو المرطب لون غامق لون فاتح، وفيها أصلا لمعة لو تشوفون، بس مرة حلو. بحط لكم على جنب كيف تطلع على الجلد، ترطب وفي نفس الوقت فيها لمعة صغيرونات كذا. وهذا باليت للظل العيون، وكمان ممكن تستخدمون هذه الدرجات اللامعة كهايلايتر، فمرة حلو. وهذا هايلايتر، استخدم هايلايتر من اسمه، بس الماركة عجبتني، واللمبة شكلها بتطفي لأن حسيت الضوء قل. وبس هذه كانت الأشياء والمشتريات. أختي بتنهار إلا تبي تجرب الدونات هذه، فبنزل أجيب، لأن هي اللي تسوق وأنا اللي أنزل، أنا المعاون حقها. أختي منزلتني عشان أجيب لها زعتر، بس ما في زعتر، فجبت تشيز كيك وسينابون. طبعا سينابون ما أعرف، تشيز كيك متفقين عليه، عززت تشيز كيك وزعتر، ما في زعتر، فقدحت من راسي جبت لها سينابون، إن شاء الله ما تزعل علي. عشان أكون صادقة معكم الديكور مرة عجبني، مرة حلو. مطر بس نزلت توني جبت الأغراض وجيت. تخيل بنات الصدمة، حتى الصدمة طبعا حاطين ستيكرز. ثانك يو، حبيت. لبوب عاد أنا زيك الله مطر. تخيل بنات بوريكم الدنايا قديش سعيدوني.
جايز استوعبنا بعدين انه صغيرون لما جلس يحضر. هذه مصيبة. الحين كيف نقص؟ كيف؟ جد والله اني اتكلم صادقة. ما ينقص. يا بنت اسمعي انت خذي واحدة وانا واحدة. ولأن المشاركة احلى شيء قررنا نقسمها بيدينا، وهذه دائما تاخذ القليل وانا اخذ الكثير. شفتي كيف انك طماعة؟ اي بياكل منها. اقسم بغيت اغص. هي اصبري مقصراتي كذا. لا تاخذ المقصرات كلها. خلاص خذي سامحتك. التقييم النهائي اختي تقول تشيز كيك احلى، وانا صراحة اشوف السنبون احلى. لحظة صمت. ارجعي مشينا يلا. حالفة لا اصور الدبدوب حقها، جايها هدية من الصينية. جد بنات واحدة صينية هديتهم ذا، جاي المدينة وهدتهم هذا صديقتهم الصينية. علاقة ايش؟ هاي مرة ثانية جت اختي من الشرقية، اختي الشرقاوية، فقلنا نحجز مرة ثانية عشان نشوفها لأنها مرة حلوة المزرعة. أحس الجو هذه المرة غير عن المرة اللي فاتت اللي حجزناها، ترى بينهم فرق طويل، و يعني هذه كان نهاية الشتاء، بس هذه نهاية الشتاء لا نهاية الصيف. يا الله، غزالة وبطة. الحين البط كله يخوفوني. اوكي الأولاد مزعجين. أوريكم شيء ولا ما ادري ما شوية تتضارب مع الثانية. ايش يضربون؟ ايش يضربون؟ يجرون ما نسوي لكم شيء. اقعدوا. هذا الطاووس والطاووسة والغزال والغزالة، بس ما نعرف ليش الغزالة كلها حاطينها في مكان. ليش؟ حرام، الغزالة حلوة حاطينها لحالها. وهذه هي المزرعة. المهم هذه هي المزرعة. بروح أصلي عشان نحط القهوة، لأني عارفة بيحطون القهوة يتقهوون. أي نسيت هناك طبعا أشياء ثانية، نعام وخيل ومدري إيش. طبعا لزوم السهرة جايبين قهوة سوداء عشان أروق. بنات تخيلوا صارت لي الفترة الأخيرة ما أشرب غير بارد. عدوني البنات يقولوا البارد ما يجيب حرقان، وأنا يعني ما عندي شخصية، أنا ملاك الكويتية عديمة الشخصية. المهم فرحت أصير أطلب زيهم. المهم جابوا قهوة باردة وتحاربت معاهم عشان اخذ الكوب اللي فيه ثلج. تخيلوا مين زي نفس الوضع. جاي اجازة مطولة فقررت اني اروح انا من اهلي. ما نعطي وجه. المهم جالسة بأرشيهم بسوي لهم حلا. دقيقتين جارتنا مرة نهارت عليه، قالت ترسل الطريقة بس لا ما ارسلت. المهم فبشوف ايش يطلع معايا. يعني انا ذقتي وهي قالت لنا الطريقة كذا وهي بجلسة كذا، بس قلنا ارسليها وما ارسلتها. فأنا بسوي الطريقة على حسب ذاكرتي وإن شاء الله يا رب إنها تضبط. بس بعد حليب محموس كوب وحطيته، والحين بحط قشطة التاج، بعدين أخلطه مع بعض، بحط فانيليا، بيكنج باودر، وأشوف إيش الإضافات الثانية اللي أحطها. وأتوقع وأظن إنه في زيت، ماني متأكدة بس بشوف. حوسة خلاص سويت بعض، أحطه بالفرن لحد ما يتماسك، عرفتوا؟ بعدين أحط فوق الجيمر بس. بالفرن ان شاء الله انه يطلع مضبوط بنفس طريقتها. مع الزمن تخيلوا نسيت اني اطلع من الحليب اللي اولها على جنب عشان ازين فيه من فوق، والحين بطلع. قبل بسرعه بسرعه بسرعه. خلاص لاني رايحه الحين لازم اخلص. مره تاخرت انا، المفروض اني مسويتها الصباح بس ما عاد اتحرك. مع الزمن المفروض اطلع الحليب هذا اوله. الحين لازم احمسه بسرعه عشان بروح وبنت كني عجلتكم معي. والمطبخ حوسه ما نظفت وبروح بقعد عنده وراي حرك. الوصفة قررت احط لها سمية ايش سمية بنسلة لاني حسيتها شوي ناشفة، وبعدين بحط اخر شيء الجيمر فوق زي. جايز معلش ما صورت لكم الشكل النهائي لان الحمد لله ما صورته، وتحديث كنت مستعجلة جري عشان الحق. المهم بنات الله يديم النعمة. الحلا ما اعرف ايش اقول صراحة، مرة ناشف. فاكتشفت ان ذاكرتي خانتني والطريقة ناقصة، رحت ارسلت لها واخذنا منها الطريقة بالضبط ورجعت سويت الحلا يا بنات. يامي لذيذ. بحط لكم الطريقة او اصورها لكم عاد اشوف، بس تستاهل التجربة الطريقة. اما الطريقة حقتي اللي انا سويتها لا ما انصحكم. اهم شيء اننا معترفة ان طريقتي خايسة. بس وصلنا نهاية الفلوج، اتمنى انكم استمتعتم. اشوف فيديوهات قادمة، مع السلامة.